شوبير إعلامي جميل ومحايد. هو دايما بيقول كده: أنا إعلامي محايد وما باجيش على طرف ضد الطرف التاني. ماشي يا عم شوبير. طب بالنسبة لأزمة كهربا، دلوقتي كهربا في مشكلة بينه وبين مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، وطلع شوبير وأكد تماما إن مفيش أي مشكلة. ده بالعكس، ده حبيبه، ده كهربا ما بيقولش الكولر غير يا ما يفزر، مش غير يا بابا، مفيش أي مشاكل. فجأة بالليل تلاقي تم استبعاد كهربا من قائمة الفريق اللي هتلاعب بلدية المحل. فين الخبر يا شوبير؟ ما قلتش ليه إن كهربا في مشكلة بينه وبين كولر وهيتم استبعاده؟ ما قلتش ليه وخبيت الخبر علشان مصلحة النادي الأهلي؟ المفروض أنت إعلامي محايد تخلع بقى إيه الأهلاوية بتاعتك، زي ما بتتكلم على الأهلي تتكلم على الزمالك تتكلم على الإسماعيلي، ما تعتمش أي خبر. عايز تفهمني إن شوبير ما كانش يعرف إن في مشكلة كبيرة جدا ما بين كولر وكهربا؟ هل أنت عايز تعرفني إن شوبير ما يعرفش إن كهربا رافض إن هو يبقى احتياطي؟ هل عايز تعرفني إن كهربا رفض إن هو يروح غانا بسبب إن كولر مش حاطه أساسي؟ شوبير عارف كل حاجة، لكن هنا بنتكلم عن الحيادية. أنت في قناة أون سبورت عايز تشتغل في النادي الأهلي اشتغل، إنما ما دام أنت على قناة محايدة يبقى تتكلم بحيادية على كل اللعيبة. أي موقف يتحكى على الكل. هل في مشكلة فتوح مع نادي الزمالك كنت بتتكلم إزاي؟ وقلت إن هو طلع ساب المعسكر والزمالك لازم يعاقبه، وقعدت تخبط في فتوح وتخبط في الزمالك. طب النهارده مشكلة كهربا مع الأهلي أنت معتم عليها تماما يا شوبير، وده شغل غير محايد. أنت كده مش محايد. أتمنى من شوبير إن يكون محايد ويخلع عباية الأهلي ما دام قاعد في قناة أون سبورت، لكن عايز تلبس عباية الأهلي اشتغل في قناة الأهلي.